السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديد على قناة فيلجول دي زد. إذا أنا شفت العديد من الفيديوهات بعد البث المباشر اللي درته قبل قليل. شفت الكثير من الفيديوهات، من بين هذه الفيديوهات تاع القناة راح نسميكم قناة مكاش مشكل، قناة في العارضة. شفت الفيديو حتى الأخير وقال باللي توسوست على بيب غوارديولا. اللقطة هذيك راكم عارفين مين قاعد يصرخ على رياض محرز، وكالعادة الإعلام يلعب دور كبير جدا. المخرج تاع المباراة دار اللقطة تاع رياض محرز وما دارش اللقطة تاع جاك جريليش. علاش مانيش عارف، ولكن كما راكم تشوفوا في هذا الفيديو بيب غوارديولا يصرخ على جاك جريليش ورياض محرز. Manager Pep Guardiola, he's getting the riot act read to him. What do you suppose that might be about, Robbie? Doesn't look happy though, does he? وراح نقول لكم علاش كان يصرخ عليهم كما راكم تشوفوا في هذا الفيديو. يا جماعه كما قلت لكم شفت الفيديو تاع قناه في العارضه، شفت العديد من الفيديوهات يا جماعه، حتى اني شفت محللي بين سبورت وصفوا بيب غوارديولا بالمدرب العصبي والى غير ذلك، العديد من الاوصاف حول لقطه رياض محرز. ولكن اظن ما شافوش اللقطه تاع جاك جريليش اللي ما دارهاش المخرج تاع المباراه. لهذا نظن من هذو الناس اللي دارت لي فيديو والمحللين تاع قنوات بي ان سبورت تسرعوا نوعا ما. علاش؟ راح نقول لكم واش قال بيب غوارديولا على هذيك اللقطه تاع جاك جريليش ورياض محرز. اوكي، سقساو بيب غوارديولا قالوا له واش صرا بينك بين جاك جريليش ورياض محرز في الشوط الثاني. واش قال لهم؟ قال لهم تحدثنا بين الشوطين، يعني في الاستراحة تاع ربع ساعة قال لهم تحدثنا بين الشوطين عن طريقة اللعب التي أردناهم أن يفعلوها، يعني طريقة لعب رياض محرز وجاك جريليش في الشوط الثاني، كيفاش يلعبوا الخطة التكتيكية. لو كان تشوفوا في الفيديوهات تشوفوا بيب غوارديولا دائما هذه اللقطة تاعه، يعني راهي يدير تكتيكات وتحليلات راكم عارفين. قام تحدثنا بين الشوطين عن طريقة اللعب التي أردناهم أن يفعلوها، يعني رياض محرز وجاك جريليش لم يفعلوا ذلك، وحدثت هذه الأشياء هم جيدون جدا. يعني حب يذكرهم علاش ما درتوش هذيك اللي تفهمنا عليها، على ما درتوش الخطة طريقة اللعب اللي قلت لكم عليها في الاستراحة. وهذه شيء طبيعي أنه مدرب يتنرفز على لعب ما يديش الرأي نتاعو. حدثت هذه الأشياء، يعني جدد لهم الخطة اللي يلعبوها وقال هم جيدون جدا، يعني لعبوا غاية. هذا ما كان الناس رات ما كانش حاب يدير بيناتي، كان حاب يضيع البيناتي. شوية شوية قلوا من هذا التوسويس، يعني غير ما تزعفوش علينا، ولكن هذه هي الحقيقة، لازم الحقيقة تتقال. بيب غوارديولا كان عنده الصح كي يزعف على جاك جريليش ورياض محرز. نفذوا الخطة اللي وصيتكم عليها بين الشوطين. هذا ما كان، وهذا ما كان في هذا الفيديو. ما كثر عليكم هضرة، ما نقول لكم هاك وهاك وهاك. المهم يا جماعة تهلاو في روحتكم، نتلاقاو في فيديو آخر إن شاء الله. اعطونا آراءكم وتعليقاتكم. السلام عليكم.